السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. أول حاجة ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندوس زر اللايك، نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نكمل الجزء التاني من قصتنا. وبعد ساعات جه دور الكفن. بابا اتكلم وقال لي يلا يا إبراهيم روح هات الكفن من جوه وتعالى بسرعة. بالفعل رحت فتحت باب الشقة ودخلت، ورحت ناحية كرسي الأنتريه عشان أجيب الكفن، ولكن اتصدمت واتفزعت من اللي أنا شفته. شفت جثة ملفوفة بالكفن قاعدة على كرسي الأنتريه. كنت ببص ليها برعب وفزع، جسمي حرفيا اتصنم في مكانه وأنا ببلع ريقي بصعوبة شديدة. جريت بسرعة وطلعت بره، ورحت قلت لبابا اللي أنا شفته. بابا بص ليا بدهشة وبعدين جه معايا ودخلنا البيت عشان يشوف، ولكن لما وصلنا عند كرسي الأنتريه قلت باستغراب ايه ده مفيش حاجة. كان الكفن محطوط زي ما هو على الكرسي. بابا بص ليا، بص ناحيتي وقال لي هي فين الجثة؟ رديت وقلت بكل توتر كانت هنا مكان الكفن. ابويا اتكلم باستغراب وعصبية وقال انت مالك في ايه؟ بصراحة سكت وبصيت في الارض. بابا قال قبل ما يخرج هات الكفن وتعالى ورايا بسرعة. قال كده وخرج، وانا قربت من الكفن بتوتر وقلق شديد، ما كنتش مطمن له. قربت من الكفن ومديت ايدي بخوف ليه، وبسرعة رهيبة سحبته من على الكرسي الأنتريه وبقى في ايدي وانا ببص ليه برهبة وخوف شديد. اخدته وخرجت بيه ورحت اديتهم الكفن عشان يكفنوها بيه. خدوا الكفن مني، ولكن بعد شوية شفنا الست اللي كانت بتكفن عمتي خرجت من جوه هي والستات اللي كانوا معاها وكانوا بيجروا لبره. بابا سألهم هو في ايه؟ الست اتكلمت وهي بتجري الكفن ظهر عليه دم. كانت بتقول الجملة دي بفزع، هي والستات اللي كانوا معاها. بابا بص ليا وبعدين دخل وانا وراه عند عمتي. لما دخلنا كانت متكفنة عادي، والكفن كان ابيض زي ما هو، مفيش دم زي ما بيقولوا. بابا اتكلم بعصبية وقال هو فين الدم ده؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ وكل واحد يقول لي حاجة على الكفن ويا ريت بيطلع حقيقة. أخدنا عمتي عشان ندفنها، وبالفعل رحنا دفنا عمتي ورجعنا. أنا حمدت ربنا إن إحنا دفناها على خير رغم الأمور العجيبة اللي حصلت دي. بابا وإحنا راجعين كان بيحاول يستفسر مني إيه اللي حصل معايا. كنت بحاول أقنعه إن كل اللي حصل معايا حقيقة. بابا كان ردوده عليا إني أروح أريح شوية لما أروح عشان شكلي تعبان وإني بتهيألي. عدينا الموضوع وقلت يلا اللي حصل حصل. روحنا البيت فعلا. بابا واقف بره مع الناس اللي جاية تعزي، وأنا دخلت البيت عشان كنت حاسس إن الدنيا بتلف حواليا وعشان أريح جسمي شوية. وبالفعل دخلت وقفلت الباب ورايا ومشيت عشان أروح أوضتي، ولكن عينيا جت على حاجة غريبة. عينيا جت على كرسي الأنتريه، واللي شفته كان صدمة برضه. تابع.